شنو؟ علم ينتفع به. علم. يقول له يا علي لو يهدين الله بك وحيد، مو واحد، رجل واحد خير لك مما طلعت عليه الشمس. انت لو تصير سبب تهدي لك واحد بهاي الدنيا احسن لك من الدنيا وما بيها. ايش قياسات الله؟ شوف هذا شلون يشتغل، هذا عنده شيخ جعفر كاشف الغطاء صاحب مؤلفات عظيمه. احنا للاسف اغلبنا خاصه يعني كبارنا وشبابنا ما يعرفون علمائنا شنو هم وشنو قيمتهم. وحتى اغلب الايام مثلا انا مثلا من اروح واحضر يم شيخ جعفر كاشف الغطاء ما اشوف واحد يجي يزور قبره حقيقه يعني. قليل مما الا يعني طلبه العلم اللي يجون يقعدون يمه يقرون الفاتحه كذا. مما ندر. هذا يعني شوف امه كانت تعلمه اكو دور قوي انه بالحياه. امه ايش كانت تقول له؟ تقول له يمه تريد الله يحط براسك خير؟ قال لها اي. قالت له كلم بعلي. تريد الله يوفقك؟ كلم بعلي. تريد الله يرفعك؟ تمسك بعلي. علي 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 ترفع راسه علي 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 علي. بس هذا صغيرون شو يسمونه هم؟ يسمونه جعافر. شايفين احنا شلون نصغر الاسماء يعني مثل حسين وشحالاته وحسين. انا شو نقول؟ نقول له حسين يعني رغم انه اسمه على اسم ابي عبد الله. علي شو هذا الاسم العظيم علي اشتق من العلي. علي احنا شو نسميه؟ والله اليوم يسمونه علوش. ايه زين احنا شايف شلون نصغر الاسماء. هذا اسمه جعفر على اسم جعفر الصادق عليه السلام يسمونه جعافر. صغير بس جعافر هذا اللي يسمونه جعافر شو شغلته هذا؟ هذا جعافر ما عنده حتى تكرمون العالي بس حافي. تلاقي واحد وضعيته كلش الماديه تعبانه كل شيء ما عنده. فهذا جعافر شو يسوي؟ امنيته انه يكون طالب علم، امنيته انه يدرس حوزه بس ما عنده. شو يسوي؟ وين يروح جعافر؟ يجي اكو كانت غرفه بس هاي الغرفه الباب مالتها يعني يا دوب ينسد كل شيء ما بيها بس اكو بيها فتحه منها فتحه مخينه على مداور الهواء. فجعافر شو يسوي؟ يجي يصفط جلسان يصفطون عولتهم منها برا هذول اللي يدخلون الدرس وبلكي يلقى له مشين. اذا ما لقى له مكان وين يروح؟ حاط له طابوقات بلوكات من هناك يشلبه ويظل هيك حتى يسمع الدرس من الاستاذ. فجعافر قوه يريد يدرس. فهذول شو يسوون؟ هذول اذا اجوا مثلا اكو بيهم اليوم ما مصفط لنا عوله قال لهم العفو انا اسف صفط لهم النعوله. هذا ما يحكي جعفر انا مو يتعلم جعفر. ذاك اليوم جعفر اجى باب الدرس فطلع واحد من هذول اللي شايف روحه. واكو عندنا مرات واحد شويه يعني شويه يصير عنده كم هسه واحد مرات مثلا انا هاي شايفها حتى في مجال الخدمه الحسينيه واحد مثلا شويه رادود شويه تعلى بيده بعد شويه رجله ارتفعت عن القاع. واحد مثلا خطيب شويه شويه الله سبحانه وتعالى وفقه وشويه انطى لا بعد ما حد يحمله خشمه صار بهامته. واحد مثلا ابو موكب شويه الله سبحانه وتعالى وفق موكبه هم بعد ما ينحمل بعد يا يكظه. اكو ناس للاسف ما تتحمل هاي النعمه العظيمه يعني. فخاصه العلم اكو واحد شويه يصير عنده علم ما بيسولن على الوادم. فهذا طالب علم بس هو شنو؟ بس هو رقم واحد كان بالدرس. فطلع لقى جعفر برا يسمونه جعفر. ما قال له ها جعفر بريد بالازرق بالنجف بارده تقتل قص. قال له ها جعفر هنا. قال له اي والله انا جاي اعود اسمع الدرس. قال له تريد تصير عالم جعفر؟ قال له اي. قال له اسويك عالم من الاخير وتفضها؟ تعال انت كاظم الريقان وكاظم هنا. قال له اي والله الله ويدك شلون اصير عالم؟ قال له تعال جاي شوف ذيك الشاخه. قال له اي. قال له غط روحك بالشاخه واطلع 5 مرات انت تصير عالم. قال له صدق؟ قال له اي والله مثل ما اقول لك. قال سهله هذا جعفر روح يركض ذب روحه بالشاخه برد بالازرق ذب روحه بالشاخه هيك وطلع. هذا باوع عليه قال عم هذا راح يتمرض ويموت ما نبتدي. قال له جعفر قال له لا ما لك علاقه. طلع هيك طلع راسه قال له الهي اقسمت عليك بوجه علي. غط طلع روحه الهي اقسمت عليك بشيبه علي. غط طلع راسه بس يحسب بيده. هذا قال له كم مره لازم؟ 5 يحسب بيده. غط طلع روحه قال له الهي اقسمت عليك بطول علي. غط الهي اقسمت عليك بعلم علي. غط الهي اقسمت عليك بحياه علي.
مو يقول والعيش، هو نفسه والعيش الذي عشته، هذا يظهر الى قيمه عند الله. اكو حكي يعني لازم نفسر عند الناس. هسه هذا جعفر سامع الحكايات، والالهي بحياه علي خلصا 5. قال له كافي، قال له اقف بعد وحده خلى حلف الله به. دنق هذا غطى بالماء، جعفر طلع راسه قال له الهي اقسمت عليك بحبيبه علي. قال له منو؟ قال له فاطمه حبيبه علي. قال له تعال تموت طلع هذا ينكت يرجف، وجهه صار ازرق براطمه زرق برد. راح يركض لبيتهم، لقيت امه لقيته صاير ازرق بالبرد. تعال ايش صاير بيك؟ قال هاي امه بس غطيني بس دفيني. هسه هاي امه خطيه بعد لفلفت بطانيات، حطت له جمريه ما ادري ايش، دفته شويه، قعد من النوم جعفر. قال لها روح للدرس. قالت لي هذا درس؟ قال لها الدرس المسائي نفسه بالصف. يوم ما قال لها نامك، واجى للدرس قعد. فاجى الاستاذ، هذا الدرس المسائي للكبار يعني دول المتقدمين بالحوزه. فاجى قعدوا طاهم شبهه الاستاذ. قال لهم اكو شبهه فلانيه انا اريد منو جوابها يجاوبها. سكتوا. رفع ايده جعفر هم يسمونه ابو جعفر. رفع ايده جعفر. ضحكوا هم الطلاب كلهم. قالوا جعفر يفطرون من علتهم. قال له الاستاذ ها وليدي جعفر شنو؟ تعرف؟ قال له اي. قال له تعرف والله. قال له هي شوف استاذ، هي بيها 5 اجوبه. قال له اي. قال له المفيد يقول كذا. قال له اي. قال له الطوسي يقول كذا، الانصاري يقول كذا، فلان يقول كذا، فلان يقول كذا. قال لي. قال له بس انا عندي، انا اختلف عنهم كلهم. قال له انت منو؟ قال انا جعفر. قال له انت شو تقول؟ قال له انا اقول هيك وهيك وهيك، انا افند ما قالوا، مو افند وانما اضيف عليهم بشيء. قال له منين لك هالحكي؟ قال له انا هالحكي امس حلفت الله وسولفت اياه ورحت بالبيت بالطريق، حسيت عقلي بدا يتفتح اكثر فاكثر، ما اعرف شنو صار عندي. فجيت هسه للدرس، شكو شيء سامع قديم بدا يتركز بدماغي ويتفتح اكثر واكثر، وصرت. قال له تعال، واخذوه للزعيم، بدا يتطور. الناس تدرس هاي المرحله بسنه، هو يدرسها بشهر. الناس تدرس هاي المرحله بسنتين، هو يدرسها بشهرين 3. ما تحس الا صار حجه الاسلام، صار ايه الله، صار ايه الله العظمى. شنو صار؟ الشيخ جعفر كاشف الغطاء، الف كتاب كشف الغطاء، صار جعفر كاشف الغطاء. اجى النوم، هنا بينت النتيجه. اكو نتيجه بعد لازم. تعال اقول لك، كانت تقضي عمرك كله تخدم الحسين وما عندك نتيجه، اذا ما بيها شغلك مو صحيح. والله دعته، انت تقضي عمرك كله خادم الحسين وماكو نتيجه، لا ماكو هيك حكي. مو هيك هو قياساتكم ترى. لازم اكو نتيجه، انت اللي تعرفها مو غيرك. شوف احنا عندنا كل عالم من نجيب طاريه نقول العالم الفلاني قدس الله، لازم عندك كل واحد فينا عنده سر من الاسرار. انت تقضي عمرك خادم الحسين ما عندك سر مع الحسين، لا انت شغلك مو مضبوط، روح راجع نفسك. اسمعها مني الليله، ما ادري تخيل كيفك. روح راجع نفسك. شنو انت لحد الان ما عندك شيء؟ تخدم وموت روحك، ما عندك شيء، ما عندك سر مع الحسين. لا حجي، لا شغلك بخلل. ليش؟ لانه ما خاب والله من لازم اكو سر بكل شغل. انت انا متاكد كل واحد عندنا ابو موكب، ابو هيئه، خطيب، رادود، كل واحد تقعد يمه لابد عنده فد سوالف صايره غيبيه، بحيث من يسولفها الناس تضفك عيونها. بس هذا كاشف الغطاء بعد صار شيخ جعفر، بعد آية الله العظمى الشيخ جعفر كاشف الغطاء. قاعد عنده واحد من طلابه تزوج بنته بالشيخ جعفر، فهذا زوج بنته وياه بالبراني. فاجت الناس بالنجف، اجوا دقوا الباب، طلع عنهم نسيبه. ها تفضلوا، قالوا له سلمنا على الشيخ، خليه يطلع لنا. قالوا ايش تردون؟ الشيخ ملتهي جاي يالف. قالوا له يابا متنا ماكو، نريد مطر يبسنا، ماكو مطر. اجى له قال له شيخنا، قال له نعم. قال له الجماعه برا يقولون نريد مطر، فيقولون خلي صلي صلاه الاستسقاء. قال له شنو الموضوع؟ انا ملتهي عندي سلسله افكار جاي الف، لا حد يوقفني. قال له جماعه يردون مطر، يردون استسقاء، تصلي بهم صلاه الاستسقاء. قال له اوقف. مد ايده يم الشباك، هو قاعد يالف يم الشباك، عضه وهيك، مد ايده من الشباك، قال له ربي جعفر يريد مطر. ظل صافن هيك شويه، طاحت قطره قطرتين 3، قال اللهم لك الحمد، شكرا لك اذا استجبت دعاء جعفر. رجع يكتب. مطرت النجف، راح تطيح بيوتها، غطت. دقوا الباب عليه،
حاط له فانوس وقاعد الساعه 12 بالليل، غطت النجف غطت. طلع هالقلم ها، قال له الشيخ وينه؟ قال له كافي. رجع لقاه قاعد على قعدته بمكانه جاي يألف. قال له ايش بيهم؟ قال له يقولون كافي. قال له خلصوا ما يردون المطر. قال له ربي جعافر اكتفى من المطر شكرا لك. وقف المطر عشان يعني على قد ما شو اسمه صاحبنا ضحك. ها صدق شنو الماطور تدوسها تدوس دقمه شغله. اي طبعا جهوه الله يخلي مرات الدنيا كيف واحد شنو طعنيتكم كيفك حركه الدنيا بكيفه. يموت وادي يقول له ربي هذا ما اريده يموت، ربي هذا اذاني يموت. الله الخاطر الزين يقلب الدنيا قلب. بس هذا نسيبه راح قال للناس رجع قاعد يمه قاعد جوا زين. قال له شيخ تعال قال لي شنو موضوعك انت؟ شنو رب جعفر يريد مطر مطرته، جعفر بطل ما يريد مطر كافي سكتته. شنو تتمطرها؟ قال له وليدي اسولف لك سالفه. قال له ايه؟ قال له امك اليوم عندها دينار واحد. قال له ايه؟ قال له هذا الدينار بس هو قوت يومكم، هي تجيب لكم بيض بس هو عندها. قال له ايه؟ قال له وهي تحبك وانت جيت لها قلت لها يما انا اريد هذا الدينار، تعطيك اياه ولا ما تعطيك؟ قال له تعطيني انا متاكد. قال له زين والنبي يقول ان الله يحب عبده اكثر من حب الام لولدها. شنو المطر؟ بس انت كنت تشتغل تخلي الله يحبك بس. يعني انت تعبتك تخلي الله يحبك والباقي بعد مو شغلك. انت بس خليه يحبك ودي شوف ياه يندق بيك بعد. بس تعبتك بس خلي الله يحبك. قال له ايه؟ قال له من يحبك شنو مطر؟ شنو؟ قال له اي والله ماك شيء ببالك. قال له انا ما تعبت روحي، قلت له اريد مطر الثاني ما بطلت، خلصنا مطر قطع الدنيا انتهت. قال يعني هيك قياسات؟ قال له اي. قال له زين شلون اخلي الله يحبني؟ ما هو عليه. قال له عجيب، هسه ما تعرف شلون الله يحبك؟ قال له ها؟ قال له كان مو جعفر الصادق يقول عن جدي رسول الله اذا احب الله عبدا قذف في قلبي شنو؟ قال له انت حب الحسين احب الله. قال له ايش بيك؟ انت بس حب الحسين عدل. قال له زين وهي هم هنا بيها، هي هم بيها